أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب يكون يومكم بخير وكلكم بأفضل حال. أعرفكم بنفسي سريعا، أنا روبير مسعد، بزنس ديفلوبر أو مطور أعمال. لو كنت أول مرة تتفرج عليا أو الفيديو ده أول حاجة تشوفها من الكونتنت اللي بقدمه عن البيزنس ديفلوبمنت، فإن شاء الله أكون عند حسن ظنك وأقدر أفيدك بشكل ما. ولو أوريدي كنت بتتابعني من فترة كبيرة، سواء على البودكاست سواء على الكونتنت اللي بقدمه على اليوتيوب أو الفيسبوك أو على الكورس، فأتمنى إن أنا أكون ما زلت عند حسن ظنكم وإنكم بتتعلموا حاجة ما بشكل ما من اللي أنا بقدر أقدمه. النهارده هشارككم في الفيديو ده حاجة اسمها وان بيج بروجرام. ده أنا عملت هنا في وان بيج كل الحاجات أو كل الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في دماغ كل واحد من حضراتكم عايز يتعلم البيزنس ديفلوبمنت أو عايز ياخد الكارير الخاص بتطوير الأعمال. أنا أوريدي عملت كورس على يوديمي من شهر 9 اللي فات باسم أول يوم كمطور أعمال، فيرست داي از بزنس ديفلوبر. الهدف من الكورس هو واضح من اسمه، وهو إنك تكون عارف إيه اللي المفروض تعمله كمطور أعمال من أول يوم ليك في الشركة. اي حد مننا يقدر دلوقتي لو دخل على جوجل يعمل سيرش هيلاقي داتا كتير وكونتنت كتير وماتيريالز كويسه عن البيزنس ديفلوبمنت، ولكن مش هتلاقيها مترتبه، ومش هتكون عارف ازاي تنفذها بالشكل الفاكت او الشكل الحقيقي اللي احنا اللي بندرسه وبنتعلمه، مش هو اللي هنروح نطبقه فعلا في الحقيقه بنفس الشكل. وبالتالي هنا في الكورس ده هدفي اللي انا بشاركك باربع سنين خبره في اربع ساعات، اللي انت ارتب دماغك وارتب الخطوات وتكون عارف ايه البيزكس اللي انت بتبني عليها وايه اللي المفروض تعمله في اول فتره ليك كمطور اعمال، خصوصا لو انت اول مره هتشتغل الكارير ده. تعالوا نعرف مع بعض ايه البين بوينتس اللي انا هقدر اساعدك فيها في الماستر كلاس او في الكورس اللي بقدمه از فيرست داي از بزنس ديفلوبر. هتلاقوا كده في الجزء الاول هي ايه البين بوينتس. لو انت عندك نوليدج ومش عارف تنفذ النوليدج الكتير، او عندك المعرفه ومش عارف تنفذ المعرفه دي على ارض الواقع، فالكورس ده هيكون مفيد جدا ليك. تاني حاجه، لو انت شغال اوريدي بزنس ديفلوبر ولكن ما عندكش منتور يقول لك ايه اللي المفروض تعمله، يعني المفروض انت از بزنس ديفلوبر ما تكونش ماشي كده وخلاص عمال تجرب وبتتعلم تراي اند ايرور. حلو انك بتتعلم تراي اند ايرور، ولكن انت كده بتتعلم في الشركه، والشركه مش هتعينك لو انت جاي تتعلم معاه لو انت جاي تتعلم فيها. فبالتالي لازم يكون معاك منتور علشان بتكون بتاخد الخطوات والستبس از براكتيكال واي، وبتعرف تميجر الستبس اللي انت خدتها. طيب تالت حاجه او تالت بين بوينتس، اللي انت بتاخد وقت كبير ومجهود كبير والريزلت مش بتطلع بالشكل اللي انت متوقعه، او خليني اقول بمعنى اصح، مش بتطلع الريزلت او النتائج بالشكل اللي المدير الخاص بيك او الاونر في الشركه اللي انت شغال فيها بيبقى متوقعها منك. رابع حاجه، وانك اوريدي عندك الجوب تايتل بتاعك اللي انت بزنس ديفلوبمنت، ولكن انت كل اللي بتعمله هو سيلز اكتيفيتيز، مفيش اي حاجه ريليتد بالبزنس ديفلوبمنت. فبالتالي دي هتكون بين بوينت قويه جدا. طيب خامس حاجه، اللي انت حاسس ان انت تايه، يعني انت اوريدي اخدت الكارير بتاع البيزنس ديفلوبمنت ولكن حاسس ان انا بمشي خطوه وببقى عارف انا احنا بعمل ايه، بعد كده بحس ان انا تهت، او ببقى خلاص خلصت الخطوه دي وبعد الخطوه دي مش عارف انا المفروض ايه اللي اعمله تاني في الشركه، او ان كان بشكل انترنال او كان بشكل اكسترنال، المفروض اعمله لوحدي ولا مع الديبارتمنتس التانيه، وهكذا. احساس انك تكون تايه ده عادي، ولكن مش هادي انك تفضل تايه. دي كده الفايف بين بوينتس اللي انا كنت بحاول ان انا احلهم عن طريق الكورس او الماستر كلاس اللي انا بقدمه على يوديمي. طيب تعالى كده نشوف تاني حاجه او تاني ستيبس، وهي ايه السيتويشن. يعني انا ليه جاي اكلمك في حاجه زي كده، او انا ليه بقول لك ان انا شخص هقدر اساعدك في حاجه شبه كده. انا اوريدي عندي اربع سنين اكسبيرينس كبزنس ديفلوبمنت، منهم كانت اخر سنه كنت فيها تيم ليدر. انا كان عندي اكسبيرينس كانتربرينير او كرائد اعمال، ودي كانت خطوة مش هقول إني اتسرعت فيها على قد ما هقول إن أنا الحمد لله إن أنا اتعلمت منها، واللي أنا ما اتأذيتش بشكل كبير، سواء ماديا، إن الأذى ده يعني ما وصلش للأذى المادي الشخصي. اللي أنا كان عندي حماس، وأول ما اتخرجت رحت عملت ستارت اب من بعد فترة كورونا عن السياحة، وكنت بشجع الناس على ثقافة التخييم والكامبينج. واجهت مشاكل كتير، ولكن الحمد لله قدرت أتعلم منها كتير. ومن هنا السيتويشن ده او الاكسبيرينس دي خلتني ان انا لما اكون قاعد في البيزنس ديفلوبمنت كونسلتيشن مع اي رائد اعمال اوريدي عنده ستارت اب او اي بيزنس اونر، انا بقيت حاطط نفسي مكانه وعارف هو حس بايه، بيواجه بايه دلوقتي، وايه اللي هو حاسه بشكل فعلي، مش بشكل انا اوريدي انا حاطط نفسي مكانك، لا انا اوريدي كنت مكانك. فبالتالي ده اداني بروسبكتيف او اداني نظره
احسن مليون مره من ان انا اكون قاعد ماشي جميل، انا تعرف كل رواد الاعمال بيحسوا بالموضوع ده، وبعدين يلا اديني الحاجات اللي انا محتاجها عشان اعرف اقول لك تعمل ايه على طول واشوف اللي بعدك. لا، ما بقتش اشتغل بالطريقه دي. انا بقيت عارف هو بيحس بايه وايه الضغوطات اللي هو عنده، فبالتالي بقيت اقدر اتواصل معاه، والكوميونيكيشن ما بيننا بقت اسهل واحسن بكتير. وما اظنش ان انا كنت هكون بزنس ديفلوبر شاطر في الجزء ده لولا الستارت اب اللي انا كنت عملته اول ما اتخرجت من الكليه. تالت حاجة أو تالت خطوة، أنا أوريدي عملت حوالي 21 حلقة في البودكاست باسم بزنس ديفلوبمنت فويس. تقدروا تشوفوه على اليوتيوب، على سبوتيفاي، على ساوند كلاود، على بوديو، على أنغامي، على ديزر، على جوجل بودكاست. واستضفت ما يعادل 17 ضيف حتى الآن، وبإذن الله اللي جاي يكون أكتر وأفضل وأحسن. فلو ما كنتش بتسمع البودكاست مهتم بتطوير الأعمال، فأنصحك إن أنت بعد ما تخلص الفيديو ده إنك تسمع الحلقات اللي أنت هتشوف من عنوانها اللي أنت مهتم بيها. ولكن بناء على رأي شخصي، مش عشان انا اللي عامل البودكاست او اللي انا اللي بهوست البودكاست، كل الحلقات هتلاقي نفسك بتستفيد على الاقل معلومة واحدة بس هتغير نظرتك في الكارير الخاص بيك. رابع حاجة واخر حاجة، انا عندي طريقة مختلفة عن كل البيزنس ديفلوبر اللي بيشتغلوا بيها، وتحديدا في مصر. انا ببقى شايف اللي احنا اسمنا بيزنس ديفلوبر، او الجوب تايتل بتاع اي بيزنس ديفلوبر انك بتديفلوب البيزنس، انت عايز تطور البيزنس اللي انت شغال فيه، او ان البيزنس اداك فرصه انك تكون بيزنس ديفلوبر معاه. فما ينفعش ان انت تيجي تركز على ان انت تديفلوب البرودكت او السيرفيس عن طريق اللي انت بتعمل تطوير وديفلوبمنت للبروسيس. حلو، ده فعلا دورنا، ولكن لو انت هتركز على البروسيس قبل ما تركز على البيبول، الناس او الموظفين اللي بيكون قايم عليهم اي بيزنس، فانت مهما عملت في البروسيس عمر ما هتعرف تخلي البيزنس ده يتحرك خطوه لقدام. لان اوريدي بعد ما تحسن في البروسيس، اللي هيجي اكسكيوت ويمبلمنت البروسيس دي هو الناس، هم الموظفين. فلو انت ما عندكش جزء اللي انت لما تيجي تطور تقدر تشير مع زمايلك وتخليهم جزء من التطوير اللي انت بتعمله في الشركه از بزنس ديفلوبر، عمر ما اللي انت بتعمله ده هيقدر يظهر بالنتيجه او الشكل المتوقع ده لو كان ظهر منه حاجه اصلا. فبالتالي دي الطريقه او الماي ميثود از بزنس ديفلوبر اللي انا بحب اشتغل بيها. اخر حاجه انا بوعدك بايه، انك تعرف ايه اللي انت هتاخده من الكورس ده. اللي انت هيكون عندك بزنس ديفلوبمنت بروسبكتيف، هيكون عندك نظره تطوير اعمال، مش جاست بتشوف وبتقول رايك الشخصي. هتقدر اللي انت تنفذ المعرفه عن طريق براكتيكال بروجكت. يعني عندك الفرصه اللي انت بعد ما تخلص الكورس انك تيجي تقول لي روبير انا خدت الكورس ودلوقتي انا شغال في الشركه دي او في الستارت اب ده، او اوريدي انا مش شغال، انا لسه طالب، ولكن انا اخترت الشركه وبعمل عليها دلوقتي بزنس ديفلوبمنت بلان اللي انا اخليه يبقى احسن. هقدر ان انا اوفر لك من 30 دقيقه ل 45 دقيقه اونلاين ميتنج اللي احنا ندسكاس في البلان دي فور فري. فبالتالي I think ان دي هتكون طريقه كويسه وفرصه كويسه اللي انت يكون معاك حد بيشير معاك بالاكسبيرينس. انا مش اشطر حد في البيزنس ديفلوبر، ولكن انا شايف ان انا الحمد لله قطعت شوط كبير اقدر اساعدك فيه بالاربع سنين الاكسبيرينس اللي انا خدته. آه، هقدر اشير معاك التريكس اند هاكس في البيزنس ديفلوبمنت خلال الاربع سنين، وهتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس كتير. افيلابيلتي ان انت تكونتاكت معايا في اي وقت. ولكن سامحني لو اتاخرت عليك، تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك، على الواتساب، على لينكد ان، هتلاقيني برد عليك على طول. فدي كده كان البين بوينتس، الماي سيتويشن، البروميسز. ومن هنا يهمني ان انت قبل ما تدفع اي جنيه تكون عارف ايه الاوبجيكتيف من الكورس او الماستر كلاس، وايه الريزلت اللي انت متوقعها، وايه الاوت كام. ولكن قبل ما اشرح الثلاث حاجات دول، انا حابب ان انا اسالكم هنا سؤال معين. هو ايه الفرق ما بين الريزلت، النتائج، والاوت كام، العائد من النتائج؟ هشرحها بمثال بسيط. ما ينفعش تكون از بزنس ديفلوبر بتبص على الريزلت، على النتائج، انت بتبص على العائد من النتائج، وده اللي بنسميه الاوت كام. بمعنى اللي انت تيجي تقول لي روبير بارك لي انا خلصت كورس الايطالي واخدت الشهاده بتاعته، اللي انا خلاص خلصت كل الليفلز بتاعت الايطالي. هقول لك مبروك جميل، دي كده اسمها ريزلت، نتيجه، يعني انت بقى معاك الشهاده ان انت خلصت كل الكورس. لكن الاوت كام، وده اللي انا بهتم بيه كروبير وتحديدا كبزنس ديفلوبمنت، اللي انت تيجي تقول لي انا بسبب الكورس اللي انا خلصته انا جالي شغل زياده عن الشغل اللي انا فيه ب 5000 جنيه، او جات لي فرصه سفر لايطاليا، وهكذا. كده الكورس اللي انت خدته النتيجه بتاعته ساعدتك ان الاوتكم يكون ينقلك من المرحله اللي انت فيها لمرحله تانية. فده اللي انا عايزكم دايما حضراتكم اللي انتوا تركزوا عليه، سواء لما تيجي تختار كورس، سواء لما تيجي تعمل بيزنس، سواء لما تيجي تعمل بارتنرشيب. بص على الاوتكم، ما تبصش على الريزلت.
طيب، تعالوا نشوف ايه الاوبجيكتيف من الماستر كلاس ده اللي انا اقدر اخلي الشباب خصوصا في الوطن العربي المهتمين بالبيزنس ديفلوبمنت ان هم يكون عندهم، انهم يكونوا بزنس ديفلوبر بجد وحقيقي، مش بزنس ديفلوبر بيروح يعمل مهام زي مهام السيلز ويطلع يقول للناس انا بزنس ديفلوبر لمجرد ان ده بس الترند اللي طالع. فالاوبجيكتيف اللي انت لما تيجي تقول للناس انت بزنس ديفلوبر تكون اوريدي فعلا انت عارف انت بتعمل ايه كبزنس ديفلوبر. طيب الريزلت اللي انا متوقعها ان انت باذن الله بعد ما هتخلص ال4 ساعات بتوع الكورس ان انت هتقدر يكون عندك بيز لاند او ارض صلبه قويه جدا تعرف تبني عليها كل الخطوات وتقدر تخش في ديسكشن مع اي بزنس ديفلوبر. الاوت كوم اللي انا متوقعه اللي انت هتقدر تروح بدل ما كنت بتدور وتقعد تقول للناس او للستارت ابس او سوري، بدل ما انت بتدور مع الشركات والستارت ابس على فرصه تدريب او انترنشيب فور فري، لا انت دلوقتي بقيت تستحق ان انت تاخد فلوس وانت اللي هتحدد الفلوس دي، او على الاقل بما انك لسه في البدايه هم اللي يحددوها. ولكن ما ينفعش يكون واحد بعد ما يخلص الماستر كلاس ده اللي هو هيشتغل او ياخد انترنشيب فور فري. الماستر كلاس مقسمه لفايف شابترز. اول شابتر هو البيزنس مينتاليتي، يهمني ان تفكيرك وعقليتك تكون مبنيه بشكل سليم من الجانب النظري اللي هنستخدمه في الجزء العملي. مش عايز ان انا اقول لك كلام نظري كتير وتعالى من الكلام النظري كتير ده هاخد منه حاجات بسيطه بس اللي نطبقها عملي، لا، انا كل حاجه شاركتك فيها بكيس ستادي انا عديت بيها خلال ال4 سنين. فده اول شابتر. تاني شابتر وهو البيزنس ديفلوبمنت مايلستون. هنا احنا بنبدا السلم وبنبني المبنى بتاعنا في البيزنس ديفلوبمنت، وده اللي همشي معاك فيه خلال 4 ساعات في الكورس. هنعرف مع بعض ايه هو البيزنس ديفلوبر وايه هو قسم البيزنس ديفلوبمنت ومين هو البيزنس ديفلوبر والكي بي ايز الخاصه بيه كشخص والكي بي ايز الخاصه بالقسم نفسه، وشويه معلومات هتخلي كل حاجه قدامك واضحه بشكل احسن مليون مره من اللي انت كان ممكن تتوقعه قبل الكورس. شابتر 3 وهو الاور بيس اوف كيك. علشان تعرف تركز على نمو زيادة المبيعات لازم تعرف السوق وحجمه ومين اللاعبين، اللي انا قصدي هنا مين المنافسين والمدربين وبيساع لكام لاعب والمدة قد ايه. شابتر 4 وهو البيزنس استراتيجيز. الاستراتيجية هنا بنسمعها كتير ولكن مش بتيجي فرصة اننا نركز عليها ولا نديها حقها في شغلنا. وهنا انا اهتميت ان انا اديه شابتر خاص يعني ايه استراتيجي، وانا هنا بشارككم بالاستراتيجي اللي انا بمشي بيها واللي بتكون عبارة عن 5 ستيبس. وانا اي هوب انها تكون سهله وانكم تعرفوا تستخدموها كبزنس ديفلوبر لسه بتبداوا الكارير في في الوقت الحالي. شابتر 5 هو من اسم الكورس الاول يوم ليك كمطور اعمال. هنا انت يا اما بتكون الشخص اللي هو عايز يختار انت عايز تكون عارف انت بتعمل ايه في اول يوم ليك في الشركه، ولا انت عايز تكون الشخص اللي رايح ومستني حد يقول له يعمل ايه في اول يوم في الشركه. انت كده كده هيتقال لك ان انت المفروض تعمل ايه، ولكن في فرق ان حد بيجي يقول لك روح تعالى روح تعالى وانت مش فاهم هو بيقول لي روح وتعالى ليه، غير لما تبقى فاهم هو بيقول لي روح وتعالى ليه وبتاخد وتدي معاه في الكلام. وعلى اساسه هنا انت بتبني النولج، خليتك ان انت تكون فاهم انت بتتحرك ايه، ولو مش فاهم هتلاقي نفسك اوريدي بتسأل وبيكون عندك وجهة نظر. وده الاوت كوم اللي احنا منتظرينه باذن ربنا، ان يكون عندك وتوصل للمرحله دي بعد ما تخلص الماستر كلاس وتقدر ان انت تاخد الفرصه بيت مش فور فري. وحط تحتيها مليون خط، بيت انت تستحق ده. واحد زيك يستثمر في نفسه سواء في الكورس ده او في اي كورس تاني، لكن انا بتكلم بالاخص عن الكورس الخاص بيا عشان انا عارف انا بقدم ايه بالظبط. اتمنى ان الفيديو ده يكون الموضوع كان فيه احسن وابسط، ولا انا اكون وضحت لكم الموضوع بشكل كويس. لو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم. ودايما قبل ما تيجي تاخد الخطوه ان انت تعرف الكورس ده مناسب ليك ولا لا، اعمل بوست للفيديو واقرا الوان بيج بروجرام، هتلاقي فيها كل حاجه وقيم نفسك هل فعلا الكورس ده هيكون مناسب ليك ولا لا. وهتلاقي كمان اول ما تخش على اللينك على الكورس على يوديمي هتلاقوا اول 3 فيديوهات مفتوحين اوبن من قبل ما تدفع اي جنيه واحد. بجاوبك في ال3 فيديوهات دول على كل سؤال بيدور في بالك. وانا عملت الفيديو ده وان بيج بروجرام بحيث ان انا اساعدك اكتر وتكون سبورت ليك اكتر علشان تكون فاهم الصوره والطريق اللي هتمشي فيه من البدايه من قبل ما تدفع اي جنيه واحد. ربنا معاكم ويوفقكم. مبسوط اللي انتوا في رغم الظروف ان مصر والدول العربيه بتمر بيها حاليا في الفتره دي ان لسه في ناس عندها الرغبه في انها تتعلم وتستثمر في نفسها. ربنا معاكم ويوفقكم، ولو احتجتوا اي حاجه انا موجود، مش هتاخر عنكم بحاجه لو كان بايدي طبعا. اشوفكم على خير.